الاستاذ ابو المعاطي زكي. يا استاذ ابو المعاطي، ايه يا بندق اللي انت عامله ده يا بندق؟ انا؟ ايه يا بندق؟ اشمعنى انا يعني؟ اشمعنى انت؟ طب ما احمد جلال برضه اهو عامل شغل جامد. احمد جلال قال قنبله وقال حاجه حقيقيه، خد بالك، وكل الدنيا عارفاها. المهم عايز اقول لك على حاجه. اتفضل يا باشا. ان احنا نقول ان الزمالك بيتظلم ده امر غريب جدا ولا يليق بنادي الزمالك. نادي الزمالك يمثله في لجنه المسابقات اللواء علاء مقلد مدير عام نادي الزمالك. فلا يجرؤ احد على ظلم نادي الزمالك او ظلم النادي الاهلي. لكن احنا لا اختلف معاك. طب ما هو في الزمالك في حازم امام. لا، في حازم امام وفي اتحاد الكوره في حازم امام وفي خالد لطيف وفي كرم كردي وفي مجدي عبد الغني وفي سيف زاهر وفي يعني في اهلاويه زملكاويه مالهاش علاقه. يا خالد اللي هي بتاخد القرار، لجنه المسابقات بتاخد القرار. لا، بتاخد توصيات وقرارات اتحاد الكوره. لو انتهى خالد اتحاد الكوره يعني لو انتهى امال الانديه الثانيه تعمل ايه؟ اللي انت بتقوله ده مش في مصلحه نادي الزمالك. انك تقلل من قيمته ده مش في مصلحته. انك انت تقول ان نادي الزمالك بتظلم، نادي الزمالك كبير يا خالد، ما ينفعش يتظلم. طبعا يعني هو ما ظلمش. نادي الزمالك كبير وقيمه كبيره واحد قطبي الكره المصريه. ليه ما ينفعش الزمالك يتظلم. ليه؟ ما ينفعش، ما حدش يقدر يظلمه. نادي الزمالك نادي كبير ونادي محترم ونادي له جماهيره العريضه. تعالى نتكلم بس في الموضوع. طب سيبني بس يا عم، مش هيخليك تتكلم، مش هيديك فرصه تتكلم. هو اعتقاده هو اللي صح. اتفضل يا استاذ المعاطي. اتفضل يا استاذ المعاطي. واحد الامن لما اجل يوم السبت كان لتامين الكنائس، ما كانش مأجل بناء على طلب المقاصة ولا بناء على طلب الزمالك. تمام. زي ما النهارده الامن لما بيأجل بناء على طلب الامن لزياره تاريخيه ومهمه وعالميه. انا مش ضد التأجيل ومش ضد الامن. طب هكمل لك كلامي يا خالد. ما انا هكمل لك يعني انت ادي فرصه بس ان انا اقول لك وجهه نظري. ماشي. النهارده وارد ان يجي لك لاي ظرف لا قدر الله لا قدر الله ربنا ما يجيبه، يقول لك ما فيش دوري لمده اسبوع لمده اسبوعين. هتقدر تقول لا؟ هتقدر تقول لا؟ هو ده السؤال. هتقدر تقول لا؟ لا، ما اقدرش. مش هتقدر تقول لا. ماشي، دي زياره مهمه. يبقى بقى السؤال، هل تم التأجيل بناء على طلب الاهلي او الانتاج، ولا الاثنين مجبرين عليه؟ الاثنين مجبرين عليه. ما حدش فيهم اختار الميعاد بمزاجه. يعني انا مرتب نفسي، الاهلي هيلعب النهارده، هيستنى قاعد اليوم الاحد الجاي. ربما مش في مصلحته فنيا، ربما مش في مصلحه الانتاج فنيا. عاوز اقول انه لم يتم بناء على رغبه احدهما، بالعكس ده قرار جاي هيتاجل لكذا كذا غصب عن الاهلي، لا وغصب عن الانتاج هيتاجل الماتش ده. السؤال بقى، هل ستقوم اداره النادي الاهلي برغبتها في انها تقول لا عايزاه بكره ولا بعده؟ هنا بقى لو حصل من النادي الاهلي ده وتم، يبقى الزمالك مظلوم، يبقى اتحاد الكره ظالم ويكيل بمكيالين. لكن اذا اجبر الطرفين على اللعب في الميعاد اللي اختارته لجنه المسابقات، فيبقى كده ما حدش فيهم كعبه عالي على الثاني، ولا حد، ولا الاهلي مشى كلام ولا الزمالك مشى كلام. ارد بقى ولا بالشكل ده؟ طب اكمل كلامي بس. طيب خالد، انت هتنك قاعد وانا هقفل. لا انا بتكلم. لا، انا عايز اناقشك. انا لسه جاي لك يا خالد على الجزء. انا سامعكم من اول ما الحلقه بدات. كمل. بصراحه مش عاجبني فكره ان انا اقول ان الزمالك مظلوم والاهلي الاهلي ما عملش حاجه. ما حدش جاب سيره الاهلي خالص. طب اكمل لك بس. ما هو انت لما تقول الزمالك مظلوم معناها ان الاهلي ظالم. لا، انا ما قلتش الزمالك مظلوم. انا قلت انتوا مش مركزين مع كلامي. يا خالد انت مش مدي فرصه لبني ادم. بتقولوا كلام انا ما قلتوش. طب اتفضل يا استاذ يا عم، ما قلتش. انت قلت اكتر من كده. اتفضل يا استاذ المعاطي. انت قلت مليت البلد وقلت مش يا عم انا بنهزر. يا عم بنهزر مش عارف ايه. يلا يا استاذ المعاطي اتفضل. لا، انا عايز اقول لك على حاجه يا حبيب قلبي. هي ايه؟ انا معاك. نيجي بقى للجمله اللي قالها الكابتن عامر حسين معاك في المداخله يوم الجمعه اللي فاتت، انت ومهيب وجلال. هي ايه الجمله؟ ان انا ما عنديش توقيتات للتاجيل. صح. هنا في فرق يا خالد. هيلعبوا الحد. طب ماتش الاهلي اللي بعديه ايه؟ انا ما اعرفش توقيته. هل بقى هيتاجل بحيث انك ترحل كل المباريات ولا ترحل مباراه واحده؟ لو رحلت مباراه واحده يبقى الاهلي والانتاج هم المظلومين. يعني لو انت رحلت يوم من المباراه التاليه هيبقى الاهلي والانتاج هم اللي مظلومين، لان هم ما خدوش الفتره الزمنيه اللي فيها راحه للكل. لكن لو رحلت في كل الجدول، لا ده مش هينفع بقى، لانك انت كده في الاخر لخبطت الدنيا كلها بسبب حدث حتى هو كده. فمفترض ان الاهلي والانتاج يجوا على نفسهم ويترحل يوم مثلا او حاجه للمباراه التاليه. لكن هناك فرق رهيب جدا ان انا اقول بقى ماتش السبت العبوا الثلاث وانا عندي ماتش الاربع، معنى كده ان في اسبوع كمان هيتاجل بالنسبه لنادي الزمالك. وده اللي رفضه الحاج عامر حسين وشرحوا لحضرتك مش حقيقي. والمهيب والجلال شرحوا معاك يوم الجمعه يا خالد. مش حقيقي. طب اقول لك ايه اللي حصل يعني بالنسبه للتاجيل اللي حصل. طب انت شايف الغلط فين يا خالد؟ الغلط دلوقتي النهارده ايه؟ النهارده ايه؟ النهارده الاثنين. تمام. ولجنه المسابقات طلعت القرار، صح؟
طيب وبالنسبه للزمالك كان مطلعاه يوم ايه؟ يوم الثلاث، والحاجه واللي هو محمد عبد السلام قال كده معاك. الاجل غير قال معاك انت في الاذاعه ومع مهيب ومع جلال يوم الثلاث. بعتوا جواب السبت ليه للماتش الحد؟ بعتوا جواب السبت ليه؟ للتاكيد على الجواب الاولاني وان المحاولات ايه بتاعه التاجيل ليوم الثلاث. يا جماعه يا سيدي ابو المعاطي، طب انا بكلمك عربي استاذ ابو المعاطي، ما تسمعني يا جماعه. ايوه يا جماعه احنا عندنا زياره مهمه جدا، مهمه جدا يا جماعه. اسمعني يا جماعه، انا بس بقول ايه، القصه مش قصه امن. يبقى بس احنا متفقين ان الزمالك والمقاصه عارفين من يوم الثلاث ان هم يلعبوا يوم الأحد. يا سيدي اتفقنا، مش ليلتها بالليل. ابعت لك جواب دلوقتي يا خالد بتاريخ يوم 11. يا استاذ ابو المعاطي، اقسم بالله مش احمد جلال قالها بتاع، اقسم بالله انا بقول لك اهو، عضو في مجلس في اتحاد الكوره، مش لازم اقول في اتحاد الكوره، قال لي ان مرتضى بعد ما عمل المقصه مش هيتنفذ له كل طلباته، والموضوع بقى مش هيمشي كلمته علينا، والموضوع عند بقى. هو الماتش مش الثلاث هيتعمل للحد غصب عنك. ما حدش يقدر يعاند مع نادي الزمالك يا سيدي، لا يجرؤ احد انه يعاند. يا استاذ ابو المعاطي، استاذ ابو المعاطي هسالك سؤال. لو الماتش اتلعب الثلاث بدل الحد مثلا، الدوري هيبوظ. الدوري هيبوظ. السؤال بقى يا خالد، وليه ما يتلعبش؟ السؤال العكس يا كابتن. هقول لك ليه ما يتلعبش. عشان احنا في مدار تاريخنا في لجنه المسابقات وفي اتحاد الكوره بنأكل وبقعدة عرب ومفيش حاجه بتطبق لوائح وبتعمل استبدال وكل حاجه حلوه. فرصه لحد يتكلم معاك يا خالد. اتفضل يا خالد. انت اللي مش هتديني فرصه ترد. اتفضل يا استاذ معاذ. ارد ايه يا عم؟ اتفضل يا بيه. ترد قبال بلد. طب اتفضل يا استاذ معاذ. سؤال، هو ليه كان الزمالك عاوز يلعب الثلاث؟ مش لو المباراه ما اتاجلتش مش كان يلعب السبت عادي؟ صح. طيب ايه عاوز يلعب الثلاث ليه؟ عشان الجواب جه السبت واللعيبه روحت بيوتها، اللي راح الشرقيه واللي راح الغربيه، واللي روح بيوته ده رجع نزل الملعب ليه تاني واتعمل بعض اثبات حاله. يا ورع، ده يوم الثلاث اثبات حاله، ده يوم الثلاث. يا نهار ابيض يا جدعان، والله العظيم يا جماعه هو كل ما يحصل سبحان الله. خلي بالك يا خالد بس على حاجه. بص يا استاذ ابو المعاطي، فعلا ما قاله ربنا سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، وما ظلمونا ولكن انفسهم يظلمون. والله العظيم ده اللي بيحصل. استنى بس، واحمد جلال بيقول لك طب وليه تاني يوم راحوا عملوا اثبات حاله؟ فبقول له ده ما عملوش اثبات حاله تاني يوم الثلاث، يقول لك هو ظالم ايه يا خالد؟ وما ظلمناهم ولكن انفسهم يظلمون. المحضر كان يوم ايه؟ يا خالد انا عاوز اقول لك مش هينفع نتكلم احنا الاربعه. ثواني يا ابو المعاطي، ثواني يا استاذ ابو المعاطي، مش هينفع نتكلم احنا الاربعه في وقت واحد. اتفضل يا استاذ معاذ. انا جاي مداخله وانتوا هتكملوا بعد. اتفضل يا استاذ. اللي انا عاوز اقوله يا خالد ان احنا لازم نبقى منطقيين في كلامنا. احنا بنخاطب ملايين وبنحرك ملايين. انت خالد الغندور كابتن نادي الزمالك ونجم منتخب مصر، النهارده في ملايين بيسمعوك من جماهير نادي الزمالك. لما انت تعمق جواهم انك انت ان الزمالك بيتظلم وان اتحاد الكره بيكيل بميكالين، دي كارثه. لازم امنطق الامور واتعامل فيها بما يرضي الله. بما يرضي الله. النهارده بما يرضي الله، في امن قال لك اجل للاهلي، هو الاهلي هيطلب التاجيل ولا الانتاج طلب التاجيل؟ ما حدش طلب التاجيل. احنا الكره المصريه وكل الامور في مصر ماليش دعوه بالاهلي وماليش دعوه بالاهلي والانتاج دلوقتي. انا بتكلم على اتحاد الكره. لجنه المسابقات طلع معايا قال لي ما عنديش وقت أأجل أي مباراة عشان عندي البطولة العربية في شهر 7. مصر كلها خربت بسبب ماتش التأجيل. مش فاهم والله يا جماعة. هو قال لي الكلام ده. مواعيد ايه؟ يا عم يشوف هيعمل ايه في الموضوع. يا استاذ ابو المعاطي، هو احنا اي مشكلة هتحصل دلوقتي في الكرة المصرية، اي تأجيل، اي حاجة هتحصل، هنقوم سايبين الدنيا ورايحين جايبين ماتش الزمالك ومصر المقاصة ونتكلم عليه؟ لا ده مش منطق. هو مش منطق. لو الامن ما طلبش ما كانتش مباراة يعني. كانت لعب السبت. لا كانت هتلعب السبت يا خالد. خلينا بس، كانت هتلعب السبت في ميعاده. صحيح. طيب طب اشمعنى بقى الحد نقول ليله الثلاث؟ ايه القضيه يا خالد؟ هو ده الكلام. انتوا لازم يا جماعه تدركوا ان كنتوا بتخاطبوا ملايين، مش قاعدين بنتناقش مع بعض عند الدوره يوم الخميس، انتوا تاكلوا وانا ما اكلش. ايوه والله يا استاذ ابو المعاطي، استاذ ابو المعاطي، زي ما انا بحترم رايك تحترم رايي. لا يعني انت بتقول بالمنطق وبالعقل، يعني انا بقول كلام مجنون. لو انت بتقول قاعدين في قدوره، لا احنا بنتكلم بمنطق. انت ليك منطق وانا ليا منطق. حاشا لله ان انا اقول انك مجنون. انت عارف انك انت حبيبي. ما انت عارف. وانت حاشا لله ان انا اقول انت بتقول لي ان الكلام مش عقلاني. لا الكلام مش عقلاني طبعا. ده من وجهة نظرك. من وجهة نظري طبعا. وانا من وجهة نظري ان انا اقول ان انا ااجل من الحد للثلاث، ااجله ليه؟ ايه المناسبه؟ ما ادعي يا لويزا. ماشي خلاص اوكي اتفقنا. شكرا يا استاذ ابو المعاطي. استاذ ابو المعاطي. شكرا يا استاذ ابو المعاطي. انا بقول بس كلمه واحده.
طالما احنا في حياتنا ماشيين بالود وعدم تطبيق اللوائح، تتأجل بقى لحد تتأجل الثلاث، تتلعب الماتش اللي بعديه السبت، الدوري مش هيبوظ لان كده كده بنأجل. برضو انا عايز اوصل لقصه محدده. في مبرر منطقي ان انا ارفض تعليمات ان الماتش يتلعب من السبت للحد بصرف النظر عن اي حاجه حدث ما حدث خلاص. فكره ان انا دايما ارتدي عباءه الاضطهاد دي هي دي اللي عامله مشكله لنادي الزمالك. يا احمد كابتن حسن شحاته وبقيمته تاريخه ما حدش يقدر يتكلم عن كابتن حسن شحاته، قال لك احنا عندنا مشكله في نادي الزمالك ان الناس دايما بتتوارث عباءه الاضطهاد وان تتكلم عن الاضطهاد عشان تداري اي فشل ممكن يحصل. كابتن ايمن يونس خرج وقال نفس الكلام. امبارح حازم امام نفسه قال نفس الكلام. اذا انا كان معايا الدكتور محمد عامر رئيس نادي الزمالك الاسبق. ايوه حازم قال لك ان الزمالكاويه عندهم اضطهاد. قال كده. قال كده. ما تقولش ما قالش. قال كده. قال ايه؟ طب ايه بالظبط؟ قال فكره ان الناس حاسه دايما ان في ظلم، وده ما فيش ظلم. احمد لو سمحت. ما فيش ظلم. لو سمحت. حازم ما يقولش في غلط حصل في نادي الزمالك على مدار التاريخ. حصل. انا لا علشان اتكلم كلام منطقي يا جماعه. الموضوع بسيط. انما انا في ظلم تعرض له الزمالك على مدار تاريخه حصل في حاجات كتيره جدا، ومنهم هدف حسن شحاته الشهير. يا جماعه سيبونا نكمل كلامي. لكن انا بتكلم دلوقتي في امور فعلا الزمالك بيظلم نفسه، او من يتولى اداره نادي الزمالك كمجلس اداره لازم يعيدوا النظر في التعامل مع الامور اللي زي دي. يا جماعه ما ينفعش ان انا كل حاجه انا الصح وكل الناس غلط. انا الصح ومحدش يقدر يتكلم. انا الصح واللي ضدي ما يدخلش النادي، اشيل اسمه من على لفظ ما اعرفش ليه كده. انت نفسك يا خالد يا غندور يعني تنكل بك من حوالي اسبوعين ليه طلعوا علينا ليه؟ بس ممكن اسالك سؤال؟ انت ليه ما اتحمستش قوي كده في الاستبداد؟ مين قال انا ما اتحمسش يا كابتن خالد؟ قلت كابتن مجدي عبد الغني غلطان وهو جهته وكلمته. لا كلمته. لا قلت معاك يا كابتن خالد ان الاستبدال ده خطأ فادح حصل من اتحاد الكوره، وكان لازم نادي الزمالك يشتكي، لكن نادي الزمالك ما اشتكاش. يا عم قول له الله اكبر في ودنا زي ما انا بتكلم دلوقتي. يا جماعه ان الزمالك عنده لديه الحق. الله اكبر. الحق بتاع نادي الزمالك في لجنه الاستئناف. ليه لغايه دلوقتي انا ما اديتش الشكوى لجنه الاستئناف بمبرراتي ودفوعي واوراقي عشان ااكد اتحاد الكوره غلطان ولجنه المسابقات فيها حوار واسترد حقي واقيم المباراه من جديد؟ ليه؟ طب يا جماعه يا باشا انت عندك حق يا باشا. بص يا كابتن، احنا غلطانين في حقك يا باشا. كابتن خالد هل الاهلي طلب تاجيل مباراه الانتاج؟ يا عم ومنك انا بسال سؤال بس واضح. هل الانتاج طلب تاجيل مباراته مع الاهلي؟ لا. مين اللي عمل كده؟ اذا الاهلي اتفاجئ والانتاج اتفاجئ ان هما مباراتهم متاجله لمده يومين. هل الزمالك طلب تاجيل ماتش السبت؟ الزمالك طلب تاجيل ماتش السبت. هو الزمالك كان هيلعب السبت؟ لا مش السبت، الزمالك طلب من الحد للثلاث. طيب ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. الاستاذ احمد جلال قال ان الماتش الزمالك ما رضاش يلعب الحد وعايز يلعب الثلاث عشان السحر الاسود، صح؟ كمل الكلام يا كابتن خالد. قلت كده ولا ما قلتش؟ كمل الكلام. قلت كده ولا كمل الكلام. طيب لو معنى كده ان للماتش لو ما تاجلش وتلعب السبت ما كانش فيه سحر اسود السبت. يعني لو الزمالك لعب السبت والاتحاد ما اجلش كان هيبقى فيه سحر ولا ما فيش سحر؟ مش هو انت بتقول بعد يوم الثلاث السحر هيتشال؟ طب لو كان الماتش ما اتاجلش وتلعب السبت، لو الماتش كانت وانت عارف مش انا اللي بقول. اسمعني بس. لو الماتش كانت لعب السبت في ميعاده ولم يتم تاجيله، مش الزمالك كان هيلعب؟ ما لعبش ليه؟ ما لعبش ليه؟ عشان تم تاجيل الماتش. طب بس مضطرين ان احنا ناخد فاصل تاني يا جماعه. مش تاجيل الماتش؟ مضطرين. ما لعبش بقى يوم الاحد. مضطرين ناخد فاصل. نطلع فاصل ونرجع لكم. يلا يا عم جرح